تعالي بقى نشوف الصوصات بتاعتها. مش عارفه ابدا بايه، استنوا بقى بصوا. وحشتوني جدا 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 قد الدنيا. فيديو النهارده من الفيديوهات المحببه لقلبي. ليه بقى؟ عشان انا صارفه ودافعه ومكلفه وشاريه حاجات مشتريات الشنطه بتاعه الجامعه وكمان الشنطه ذات نفسها، فمتحمسه جدا للفيديو ده. من الفيديوهات اللي بحبها جدا وعارفه ان انتوا كمان بتحبوا الفيديوهات دي، فلو بتحبوا الفيديوهات دي انزلوا اعملوا لايك للفيديو ده واعملوا سبسكرايب في القناه عشان كل الفيديوهات اللي بنزلها تجيلكم. والفيديو الجاي هيبقى عن لبس الجامعه بقى، فبرضه فيديو من الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها. ويلا بينا نبدا الفيديو. يلا بينا. نتكلم عن اساسيات شنطه الجامعه، يبقى احنا الاول لازم نتكلم عن شنطه الجامعه. وانا قدامي دلوقتي 4 شنط، فمش عارفه ابدا لكم بايه، ولكن انا حاسه ان انا عايزه ابدا لكم بالشنطه القمر دي، الشنطه بتاعه الظهر دي. اول حاجه الشنطه دي مناسبه جدا للجامعه، لان المفروض شنطه الجامعه ما تبقاش ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي، ولكن لو كنتي كليه طبيه مثلا تستخدمي ادوات بلطو سماعه الحاجات دي، فهوريكي دلوقتي شنطه من ال4 شنط تنفع معاكي عشان تشيلي فيها شويه حاجات اكتر. ولكن الشنطه القمر دي بقى للبنانيت القمر اللي رايحين الجامعه عندهم محاضرات وهيخلصوا ويروحوا على طول. تعالوا نشوف الشنطه. اول حاجه خامتها ووتر بروف كده، فتنفع صيف شتاء. شتاء بقى ده لازم عشان لو المطره مطرت ما تغرقلكيش الحاجات اللي جواها. تعالي بقى نشوف الصوصات بتاعتها ونحطها تحت الاختبار كمان شويه، هتقضي الحاجات اللي هناخدها معانا الجامعه ولا لا. اول حاجه فيها سوسته كده من جوه اهي، فيها حاجات برضه انا حطاها، وفيها جيب صغنون هنا كده، وفيها بره هنا سوسته اهي. يعني هي شنطه مش كبيره قوي ومش صغيره قوي، والشنطه دي مناسبه جدا للجامعه. بيبقى فيها اكتر من سوسته، بس عادي الشنطه دي هتبقى مناسبه جدا ليكي. اول حاجه هنحط فيها المشتريات بقى اللي احنا اشتريناها وهوريها لكم دلوقتي، اللي هي اصلا اساسيات شنطه الجامعه. ولكن دي الشنطه الاولانيه تنفع كده لو انت مثلا لابسه طقم عسول، طقم امور، شكلها حلو على اللبس البناتي يعني، وفي نفس الوقت بنانيتي خالص جميله، فهتبقى مناسبه جدا ليكي. لو انت بقى في كليه مثلا طبيه فالادوات بتبقى كتيره معاكي. تعالوا نشوف الشنطه الثانيه اللي تنفع ليكي. ايه الشنطه دي مش جديده عندي، بس انا حرفيا هريتها لبس في الجامعه وفي الكورسات وبروح بيها في كل حته، وعادي جدا. هي تبان هي شكلها اولادي شويه، بس عادي مش بيفرق معايا والله، بيبقى شكلها حلو في اللبس. وفي منها اشكال بناتي بيبقى عليها كده عروسه، عليها اي شكل بنانيتي خالص، فتقدري تجيبيها. الشنطه دي كبيره شويه، اكبر من الشنطه اللي فاتت، فلو انت بتاخدي حاجات كتيره معاكي الكليه فالشنطه دي هتبقى حلوه جدا. لان بصي هي فيها شنطه كبيره كده، مش عارفه اسمه جيب. حاسه ان انا بجد وانا بتكلم ببقى هتخرس شويه كده وانا بتكلم. تعالوا بقى نكمل. يبقى فيها كده جيب كبير، وهنا برده جيب تاني، والجيب الاولاني ده بيبقى فيها اكتر من جيب وفيها مكان للميه، فدي حلوه جدا، حلوه ومناسبه لو انت زي ما قلت لك بتاخدي حاجات كتيره معاكي الكليه. تعالوا بقى نشوف النوعين التانيين من الشنط عشان نقول بقى المحتويات اللي هنحطها جوه الشنطه. يعني واحنا هنروح الجامعه بالشنطه بس اكيد في حاجات بنحطها جوه الشنطه. الشكلين التانيين من الشنط الجلد دي، والشنطه اللي هي التوتي باج. طيب الشنط دي مش عمليه في الجامعه، لو وراكي مثلا محاضره رايحه وجايه اوكي ماشي، ممكن شنطه كروس زي دي او التوتي باج دي، عشان هما بيوجعوا الظهر جدا، بيوجعوا الكتف جدا والرقبه، فحرفيا انت هتبقي معلقاها كده بقى هتحسي ان رقبتك دي مولعه نار كده ومش قادره بجد منها وكتفك هيوجعك، فبلاش. لو فيها حاجات كتير بلاش. ولكن لو رايحه محاضره واحده وجايه فاوكي انصحك بيهم، ويبقى شكلهم برده بيبقى حلو بنانيتي كده. ولكن الشنط اللي هي بتبقى مربعه دي او اهي كده مربعه او اللي هي المدوره دي، فشكلها مش بتبقى عمليه خالص في الجامعه ومش بتشيل حاجات كتير خالص، فما انصحكيش بيها. الشنط الاولانيه اللي احنا قلنا عليها حلوين جدا ومناسبين جدا للجامعه، وبعد كده هتشوفي ان انت اصلا هتستخدمي الشنطه رقم 2 اللي انا قلت لك عليها بجد، لان هي هتبقى عمليه جدا جدا جدا، خصوصا لما نعرف ايه المحتويات بتاعه شنطه الجامعه. لو انت لسه مكمله الفيديو معايا لحد دلوقتي انزلي حطي لايك يلا للفيديو، عشان انا شايفه ان انت ما حطيتيش، وانا صارفه ومكلفه وبعمل لك الفيديوهات القمر دي عشان تستفيدي منها. فحطي لايك للفيديو واعملي سبسكرايب في القناه، عشان الفيديو اللي جاي مهم جدا مهم جدا. جايبين شميزات وحاجات تحفه تنفع للجامعه، فهنعمل فيديو تنسيقات لملابس الجامعه. حلو، قولوا لي برده انتوا عايزين فيديوهات ايه وانا هعملها لكم. ويلا بينا بقى نشوف ايه الحاجات اللي هنحطها جوه الشنط بتاعه الجامعه. صراحه كده انا مش عارفه ابدا بايه، بس خلينا نبدا بالنوتات الصغيره القمر دي والورق الملون ده، وهنعرف هنستخدمهم في ايه في الجامعه.
سيبنا بقى من الكشكول الكبير اللي بيبقى متقسم ده، اللي هو بيبقى الكفر بتاعه ناشف زي ده، اللي هو الكرتون الناشف، لان ده بيتقل الشنطه، فبجد مش هناخده معانا الكليه. احنا هنحتاجه ولكن في البيت هقول لكم دلوقتي نستخدمه في ايه. ولكن خلينا في النوتات القمر. هنجيب واحده خلصت، هنجيب التانية. هنعمل فيها ايه؟ هنقسمها لكل ماده، يعني كل ماده تاخد مثلا صفح قليله فيها، واحنا في الجامعه ننقش كده ورا الدكتور اي معلومه مهمه يقولها نكتبها هنا، ونروح نبيض في الكشكول بتاعنا اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. والكلام ده انا قلته في الفيديو بتاع ازاي نذاكر للجامعه، مهم جدا تروحي تشوفيه. المهم دي اللي احنا هناخدها معانا زي ما قلنا لكم واتفقنا. هنحتاجها في الشنطه اول حاجه. تاني حاجه هنحتاجها معانا في الجامعه وهي قلم سنون، والسنون بتاعتنا عشان لو السنون خلصت، والاقلام دي بكل بقى الالوانات بتاعتها لو عايزين تاخدوها اوكي ماشي، مش هتاخد كده مساحه. والورق الملون ده، تعالوا بقى نشوف دول هنستخدمهم في ايه. اوقات الدكتور لو انت في كليه نظريه بيضطرك انك تاخدي الكتاب معاكي، او انت حتى ما بتبقيش حابه انك انت تكتبي حتى في نوت بوك كده صغيره وبعد كده تروحي تنقليه تاني في الكشكول الكبير، فبتحبي تكتبي في الكتاب المعلومات بحيث انك تذاكري كله من حته واحده. فدي تكتبي فيها مثلا لو مفيش مكان في الكتاب معلومه وتلزقيها في الصفحه بتاعه الكتاب، فلما تيجي تذاكري تبقي بتذاكري كله من حته واحده. فدي هنحتاجها لو اخدنا الكتاب ونعلم ورا الدكتور مثلا واحنا مش حابين نقعد نكتب وننقل لما نروح وكده. والاقلام دي برده نفس الكلام، لو هننقل ورا الدكتور او هنسمع ونعلم في الكتاب فنعلم بيها افضل من القلم الرصاص، عشان لو في معلومه مهمه نعلم عليها. والاقلام الرصاص طبعا عشان لو هنكتب بقى في اي حته. تالت حاجه بقى معانا وهنحتاجها اوقات في الجامعه، اوقات انا مش بقول طول الوقت، هي الكشاكيل بتاعتنا. لكل ماده حاولي انك انت تعملي كشكول كده صغير، ده 100 ورقه، خفيف جدا على فكره مش تقيل، ولكن هو يعني هي ممكن تبقى تكلفه، فانت لو عايزه تجيبي الكشكول الكبير عادي مفيش مشكله وتقسميه لكل المواد. ولكن اوقات في الكليات النظريه الدكاتره بتعمل حركه بارده قوي وتقول لك انا عايز كشكول ليا لوحدي تكتبي فيه مثلا محاضرات بجد، وبيشوف الكشكول ده وبيدي عليه اعمال السنه. فلو انت كاتبه في كشكول كبير كل المواد ساعتها بقى تضطري انك انت تنقلي ده كله تاني في كشكول مثلا زي ده كبير اهو بس 100 ورقه. فمن الاول اعملي لكل ماده مثلا كشكول كده كبير 50 ورقه، في من ده 50 ورقه على فكره وفي 40 ورقه تقريبا، فمش لازم 100 ورقه، هاتي 50 ورقه وعادي وخليه لكل ماده كشكول صغير. وبعد ما تروحي من الجامعه انقليهم في الكشكول الكبير، ويبقى كده معاكي الكشكول بتاعك لكل ماده. تعالي بقى نشوف الحاجات الصغننه اللي ضروري وجودها في شنطه البنانيت القمر. اول حاجه انا نسيت اوريكم ان احنا بنحتاج ضروري مقلمه، بس المقلمه دي عادي يعني كل واحد وحريته يا جماعه، ما تتريقوش عليها. بصوا استنوا والله حلوه قوي، استنوا شايفين السحر؟ استنوا بقى بصوا انقلب السحر على الساحر، ولكن رجعنا تاني عشان وشي بعد ما اتبهدل الحمد لله اتخبط كده. تعالوا اوريها لكم برضه، بس هنوريها لكم من بعيد بقى. بصوا لا 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 اهي استنوا والله جميله قوي. طبعا التفاهه اسلوب حياه، ولكن انتوا كبنانيت قمر كبار استنوا عشان هي تقريبا بتتفتح، مش عارفه تتفتح ازاي اهي. شايفين يا جماعه؟ هنا لزق وهنا برايه وهنا الاقلام وهنا مقص وهنا البرايه وهنا حاجه نحطها مثلا استيكه اي حاجه. انتوا بقى في مقلمه كده بتبقى شفافه هوريها لكم عشان مكسره اقوم اجيب بتاعتي، فدي هتبقى حلوه جدا وهتلم لكم كل حاجاتكم القمر وهتلم لكم الحاجات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي دي. فاول حاجه المقلمه لازم وضروري جدا. ثاني حاجه هنحتاج في الجامعه مرطب للشفايف ومرطب للبشره او للايد عشان الشمس، خصوصا لو انت مثلا في جامعه زي جامعه حلوان انت هتبقي بتحاربي الشمس هتبقى متسلطه فوق دماغك. ومرطب الشفايف ده عشان انت هتاكلي وهتشربي وهتقعدي في الجامعه يوم طويل فشفايفك هتموت حرفيا، فلازم مرطب شفايف. على فكره ده انا كنت جايباه من الصيدليه عادي، اللي هو بزبده الكاكاو اللي هو ايه بجوز الهند، جوز الهند او جوز الهند مش عارفه هو جوز ولا جوز مش عارفه اهو. في منه بيبقى بينك كده او بيبقى احمر، فده ممكن نجيبه بقى ونحط حبه هنا وحبه هنا وكده خلاص، ولا ناخد معانا بلاشر ولا اي ميك اب من اللي انا بشوفه في حمامات الجامعه ده، خصوصا حمامات البنات ايه داخله كوافير اديله بص كل حاجه بتتخيليها بتلاقيها هناك، فده هيغنيكي على فكره. تالت حاجه هنحتاج يكون عندنا في البيت سبلاشات برفانات مستات اي حاجه، ولكن هنستخدم ايه بقى؟ هنجيب الازايز الصغنونه دي كانت مثلا فيها وخلصت، هملاها من الازايز الكبيره عشان اوقات لو دايخه مثلا في الجامعه عايزه تشمي ريحه او في ريحه وحشه مثلا ترشي حواليكي كده في الجو، ما ترشيش على نفسك عشان محدش يشمها، حرام بقى ما نقول الحقيقه ونقول الصراحه. فدي هتبقى مهمه جدا انك انت تاخديها كبنوته. تالت او رابع حاجه
خيط وابره. انت عرفك انك انت وانت ماشيه الجيبه بتاعتك مش هتشبك في حاجه وتتقطع. مهمين جدا، مش هياخدوا مساحه. حلوه ولازم تاخديها معاكي عشان لو حصل لا قدر الله اي حاجه يكون معاكي الخيط والابره فتلحقي الموضوع. انا بجيب النضارات بتاعت الشمس مهمه جدا، خصوصا لو انت في جامعه زي جامعه حلوان، عشان عينك ما تموتش وعشان عينك ما توجعكيش، لان انت حرفيا تبقي في الشمس كتير جدا، فلازم تاخديهم معاكي. وللطريق لازم يكون معانا سماعتنا القمر، دي القديمه وانا مش لاقيه الجديده فكسلت ادور، وسبحتنا القمر. في السبحه دي بقى في منها اشكال كتير حلوه جدا يعني والله لذيذه، عشان لو زهقنا من الحاجه اللي احنا بنسمعها نسبح شويه، نستغفر شويه، نعمل اي حاجه تكون مفيده، وبلاش نسمع اغاني، نسمع حاجات هادفه ومفيده تفيدنا خلال سنين الجامعه بجد. حاجه مهمه كمان لازم تبقى مع اي بنوته خصوصا البنات، المرايه. طبعا انا مش قادره الف لكم المرايه دي عشان ما تعكسش ولكن المرايه دي اتكسرت قبل التصوير وانا ما لحقتش اجيب غيرها. المرايه دي مهمه جدا تكون معاكي، خايفه بقى تعورني هرميها طبعا بعد الفيديو ده. ومهم يكون معاكي مناديل الصغنونه دي عشان ما تاخدش مساحه، المحفظه بتاعتك القمر، او يكون معاكي جنب المحفظه البوك الصغنطوط ده اللي بتحط فيه الفضه. يعني انا هحط لكم صورته هنا عشان هو مش عندي الصراحه اهو. هو مهم جدا ان هو يكون معانا عشان دي هنحط فيها مثلا الكارنيه وهنحط فيها الفلوس الورق وهنحط فيها البطاقه، فده عشان احنا على طول بنستخدم الفضه بقى مواصلات وكده، فده مهم جدا ان هو يكون معانا. تاني او في حاجه كمان مهمه عايزه اقول لكم عليها بس انا ناسياها، المسكنات خدي معاكي مسكن، اي مسكن انت تستخدميه، عشان في الجامعه ممكن ما تلاقيش مسكن وتبقي قاعده طول اليوم حرفيا، لو يومك طويل مش هتبقي طايقه نفسك. حاجه كمان اخيره انا مش فاكراها ايه بالظبط، الشاحن. افتكرت، لو يومك طويل الشاحن لازم يكون معاكي عشان هتستخدمي شاحن في الجامعه. دوري على اي فيشه او هاتي باور بانك، اي حاجه خليها معاكي. المهم ان الموبايل بتاعك يكون مشحون عشان اوقات تستخدميه لو هتصوري حاجه من زمايلك، زي ما قلنا في الفيديو بتاع ازاي نبقى ناس شطوره في الجامعه ونجيب امتياز وكده، روحي شوفيه. وبس كده، ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش اللايك والسبسكرايب، والفيديو الجاي هيبقى عن لبس الجامعه. بس كده، باي.